ورش كبير مفتوح حاليا في مختلف المحاور الطرقية بالأقاليم الجنوبية بشكل أدق. أزيد من 9500 كيلومتر هو الطول الإجمالي للطرق المصنفة هناك، ثلثها بجهة وادي الذهب لقويرة. الأشغال لا تزال حتى الساعة متواصلة ببعض النقاط. الريبورتاج عبد الحفيظ المنور، يوسف ويشو. حتى القويرة جنوبا تتواصل برامج بناء المحاور الطرقية. 83 كيلومترا من الطرق تم إنجازها بالجهة خلال السنة الماضية، كما تم إصلاح وترميم عشرات الطرق الأخرى ليصل الطول الإجمالي للطرق بالجهة إلى 3370 كيلومترا، منها 393 كيلومترا معبدة. كان واحد المشكل ديال السلامه الطرقيه، كان يعني الواحد من التكروازه معاه، يعني خص واحد اللي يدوز الاخر ما خصوش يدوز، خصو يخرج تيدوز الاخر. كان خصك واحد المده زمنيه تتروح ب 14 حتى 16 ساعه يعني بين العيون والداخله. دابا سي اوتر شوز. قبل استرجاع جهة وادي الذهب لحظيرة الوطن الأم يعني قبل سنة 1979 لم تكن الجهة تتوفر إلا على حوالي 67 كيلومتر من الطرق المبنية، وكانت في حالة متدهورة، وكانت الجهة شبه معزولة. ولفك العزلة عن العالم القروي بجهة وادي الذهب القويرة سيتم إنجاز 513 كيلومترا أخرى من الطرق تدخل في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية 2005-2012. هناك محاور أخرى تربط غرب الجهة بشرقها، وهي داخل تيشلا عبر أوسرد، داخل قليبة الفولة عبر بيرانزران، ومهيريز تيشلا عبر بيرغندوز. وهذه المحاور كلها سيتم إنجازها بتكلفة تقدر ب 371 مليون درهم. ويمثل طول الطرق بجهة وادي الذهب القويرة ثلث الطرق المصنفة بالأقاليم الجنوبية، والتي تصل إلى 9500 كيلومتر. تنامي وتيرة إنجازها جاء ليواكب المشاريع التنموية التي تعرفها هذه الأقاليم.